احلى واطعم والذ طريقة زبادي ممكن نجربها. طبعا دي معمولة على طريقة امهاتنا زمان ومعمولة من القلب للقلب. هلو عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نعرف طريقة عمل الزبادي في البيت بطريقة سهلة جدا وطعمه ما يتفرقش ابدا عن الجاهز. اول حاجة لازم نغلي اللبن شوية زيادة عشان لو في اي مية فيه تتبخر. بعد كده لما غلينا اللبن كويس سيبناه يبرد او يدفى. بعد كده ناخد جزء منه نحط بقى عليه اللي احنا عايزينه. اخدنا جزء من اللبن نضيف عليه علشان ده الكيلو مش كامل فهنضيف عليه علبة واحدة من الزبادي. لكن لو موجود عندنا كيلو كامل او هنعمل كيلو كامل هنضيف علبتين. اوكي، ونزود عليهم لو عايزينه يبقى مسكر شوية هنزود 3 معالق صغيرين من السكر علشان هيسكر شوية معانا. مش حابين الموضوع منضيفوش، على راحتنا طبعا وعلى حسب ذوقنا احنا يعني احنا بنحب الحاجة مسكرة قد ايه. قلبنا الموضوع ده كويس قوي ولازم نقلبه كويس علشان السكر اللي فيه يدوب تماما ويختفي، مش عايزين اي اثر ليه. وبكده يكون السكر خلاص داب كله. نبدأ بقى ان احنا نضيف الخليط اللي احنا عملناه ده في اللبن، وبرضه نقلبه كويس قوي علشان كله يختلط في بعضه ومش نلاقي كل حاجة لوحدها. نبدأ بقى نجيب اي حاجة نفضي فيه اللبن ده علشان نعرف نصبه في طبق او كوباية. انا عملتلكوا الاختيارين اللي يعجبكوا او اللي يريحكوا اعملوا بيه. نبدأ بقى نصبه لغاية لما نخلص كل الكمية اللي عندنا. وبكده نكون خلصنا الكمية كلها. نبدأ بقى علشان لو احنا حاطين في صينية غير التيفال يعني ألمونيوم أو أي حاجة بتغير اللون بتاعها نحط فيها حاجات بسيطة من الخل علشان ما تأكسدش الصينية معانا وتغير لونها الحقيقي. يعني تخلي اللي فوق المية لون واللي تحت المية لون تاني، فبنحط مكانها الخل. وبعد كده نجيب مية مغلية نملى الصينية بتاعتنا ل3/4 الكوباية. وبعد كده نبدأ بقى، وطبعا برضو في الوقت ده نكون شغالين الفرن قبلها بشوية بحاجات بسيطة يعني علشان الفرن يكون دافي ولما يدخل الفرن ما يطولش. وطبعا في الجو الحر اللي احنا فيه ده فهو 5 6 ساعات بالكتير ان شاء الله هتلاقيه مسك. نجيب اي حاجة نغطي بيها الموضوع ده كله مع اي حاجة. احنا هنا المرة دي غطيناه بفوطة علشان نبدأ بقى نحطها في الفرن. نسيبه 5 6 ساعات هنلاقيه مسك واخد وقت وزيادة. طلعناه من الفرن خلاص كده. نبدأ ان احنا ناخد الحاجات دي نحطها في التلاجة. بس طبعا علشان التصوير ووقتكم هنوريهولكوا على طول. بس ده هو المفروض ان هو يتساب في التلاجة على اقل ساعة ولا حاجة علشان يمسك نفسه اكتر. طبعا دي الكوباية هنشوف دلوقتي هو ماسك نفسه قد ايه بجد. طعمه احلى من الجاهز بكتير، مش في اي طعم مختلف يعتبر، بس هو طبعا ضامنينه لانه في البيت وكله تمام. زي ما انتوا شايفين اهو ما فيهوش اي ميه خالص او اي حاجه. وده الطبق.
طبعا خطير جدا. بالهنا والشفا على اللي هيجربه. وبس كده، هو ده شكله النهائي. وقلبي وبوسة وبحبك.